ستكون لديه فرصتين على الأقل من أجل إثبات نفسه وتقديم نفسه للدوريات الأوروبية والأندية الكبيرة في القارة العجوز من أجل التعاقد معه. نادي بارادو عادل بولبينا قرروا اختيار المشروع الملموس على المشروع بعيد المدى بالاحتراف في أوروبا. أغلى صفقة انتقال للاعب جزائري من البطولة الوطنية في التاريخ بحوالي 7 مليون أورو. عادل بولبينا إلى الدوري القطري من بوابة الدحيل بعقد يمتد إلى سنة 2030، وسيلعب تحت قيادة الناخب الوطني السابق جمال بالماضي. نادي بارادو عادل بولبينا قرروا اختيار المشروع الملموس على المشروع بعيد المدى بالاحتراف في أوروبا، ولكن من يرفض عرضا ب7 ملايين يورو وراتب ب150 ألف يورو شهريا في الدوري القطري؟ ولا أحد يلومهم على هذا الاختيار. بدون مبالغة عادل بولبينا نصب نفسه واحد من أفضل اللاعبين الذين ظهروا في البطولة الوطنية ربما خلال السنوات العشر الأخيرة. كل ما يشتهيه قلبك، لاعب مهاري، لاعب هداف، لاعب يقدم تمريرات حاسمة، لاعب تكتيكي، لاعب ممتاز على جميع الأصعدة. أسال لعاب الأندية الخليجية ومن بينها الدحيل وعدة أندية أوروبية، لكن الجانب المادي كان له الفيصل في عملية انتقاله واختياره أين سيحترف وأين سيلعب. السؤال المطروح الآن: هل عادل بولبينا سينجح في الدوري القطري؟ وهل سيتطور بشكل كبير؟ وهل سيصل ربما لذلك التطور الذي من الممكن أن يصل إليه في أوروبا؟ التطور في الدوري القطري صعب جدا، لأن الدوري ليس بذلك الدوري التنافسي وليس بذلك الحجم الذي نجده في الدوريات الأوروبية على غرار الدوري الفرنسي أو الإنجليزي أو الإسباني. وإذا حافظ على مستواه الذي قدمه في البطولة الوطنية هذا الموسم ما كاش قده. وحتى الانتقال إلى دوري أوروبي بعد سنتين أو ثلاث صعب جدا، رغم أن الناخب الوطني السابق ومدرب الدحيل القطري حاليا جمال بالماضي أكد أنه سيسمح له بالرحيل، سيكون من الصعب جدا. ولكن عادل بولبينا ستكون له فرصة من أجل إثبات نفسه والذهاب إلى دوريات أوروبية. ستكون لديه فرصتين على الأقل من أجل إثبات نفسه وتقديم نفسه للدوريات الأوروبية والأندية الكبيرة في القارة العجوز من أجل التعاقد معه. ستكون هناك بطولة كأس إفريقيا إذا تم استدعاؤه إليها، وإذا لم يتم استدعاؤه إلى بطولة كأس إفريقيا ستكون هناك بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر في شهر ديسمبر القادم. ستكون له فرصة من أجل إثبات نفسه وتقديم نفسه للعالم مثل ما فعل يوسف بليلي خلال كأس العرب الأخيرة. لكن إذا لم ينجح في إثبات نفسه في هاتين المنافستين، ستكون هناك منافسة كأس العالم التي سيتأهل إليها المنتخب الوطني بحول الله. هذه البطولة التي إذا قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش استدعاؤه إليها، وخاصة إذا أثبت نفسه مع نادي الدحيل، سيكون من أفضل اللاعبين في المنتخب الوطني. لاعب لديه إمكانياته وإمكانياته لا يختلف عليها اثنين، لكن انتقاله إلى الدوري القطري سيشكل له بعض الصعوبات من أجل الذهاب بعيدا في مسيرته. لكن كأموال وكصفقة عرضت على نادي بارادو وعلى عادل بولبينا لا يمكن مقاومتها أبدا. وحتى صفة كونك ستصبح أغلى صفقة انتقال للاعب جزائري إلى نادي آخر، هذه حفزت اللاعب على الانتقال إلى الدوري القطري. نتمنى التوفيق لهذا اللاعب مع ناديه الجديد، نتمنى أن يحافظ على مستواه الذي قدمه مع نادي بارادو خلال هذا الموسم، أن يتطور ويقدم مستويات مميزة تحت قيادة الناخب الوطني السابق جمال بالماضي، وربما يأتي كشاف الأندية الأوروبية من أجل متابعته في هذا الدوري الذي نادرا ما ينتقل لاعب من الدوري القطري إلى نادي أوروبي. ولكن نحن على أمل هذا، نتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة. نتمنى خلال كل موسم أن يتم اكتشاف لاعب مثل عادل بولبينا، فإذا تم خلال كل موسم انتقال لاعب من البطولة الوطنية بنفس قيمة انتقال عادل بولبينا إلى الدحيل القطري، اللاعبون سيحاولون إثبات أنفسهم من أجل جلب اهتمام هذه الأندية والانتقال إلى هذه الأندية القطرية والسعودية والأوروبية، وجني أموال كبيرة تساهم في رفع قيمة البطولة الوطنية وقيمة الأندية الجزائرية. نتمنى له التوفيق ونتمنى التوفيق لنادي بارادو. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم.